انا قلت من الاول دي مضيعه للوقت. الجينيوس بتاعنا هو اللي هيخلص. اهو وصل. ازيك يا جينيس؟ حبيبي يا جنيس، ايه الاخبار؟ كله تمام. هنتكلم على الماركت عامل ايه الفترة دي، خاصة اليومين دول يعني. اتكلمنا آخر مرة عن الميم كوينز ومخاطرها، ومن ساعة ما اتكلمنا يمكن حصل ابديتس كتير قوي في موضوع الليبرا توكن، اللي هو كان الميم كوين اللي رئيس البرازيل طلع عمل له تويت وقال انا هسبورت ليبرا كوين. وبعد كده بقى الفورنزكس الانفستيجيتورز طلعوا قالوا لنا على البلوك تشين قد ايه كان في نصب في الموضوع على الليبرا كوين، يعني الناس كانت بتشتري السبلاي زي ما انت كنت بتقول باندرز والحاجات دي. فاللي حصل ان الناس ابتدت تبانك. فلما الانفستر العادي اللي هو حاطط 100 جنيه 100 دولار فلوسه نزلت، ف يعني ما عندوش بقى الخبره ان هو يستنى او يماكس بين، فبيبيع. فحصل اللي هو بنسميه ايه، بانيك سيلينج. فبالتالي كل البروجكتس اللي حواليها اللي حوالين الميم كوينز تقريبا وقعت، وطبعا اثرت على المين بقى يوتيليتي بروجكتس منهم ايثيريوم وطبعا بيتكوين. فانت برضو ممكن تقول لنا ليه ده بيحصل، والنزول اللي احنا فيه ده اخرته ايه، وهل في امل ولا خلاص كده؟ طبعا احنا هنغطي الجزئيه دي بالتفصيل. بس الاول خليني اسالك على حاجه. هو طبعا الكلام ده برضو اثر على سولانا، صح كده؟ بس يعني انا شايف سولانا برضو عامله ضمب رهيب يعني. بالظبط. طيب بص، السؤال التاني اللي هساله لك، انا سمعت ان كان في انسيدنت ليها علاقه ببايبت اكسشينج. حقيقي فعلا بايبت من اكبر الاكسشينجز زي ما اتكلمنا قبل كده. دي سنترلايز اكسشينجز، المنصات اللي الناس بتخش ايه تشتري من عليها تداول العملات، اللي هي زي باينانس وزي كوين بيس. بايبت يمكن من تاني اكبر المنصات في العالم، وحصل عليهم هاك. بيتقال ان كوريا الشماليه هي اللي عملت الهاك، وعرفوا يسحبوا 1.4 بليون دولار من عمله الايثيريوم. فطبعا لما الناس شافت الكلام ده، اللي ماسك ايثيريوم عايز يبيع، لان هو عارف الهاكر ده مش داخل ينفست، يعني هو داخل يبيع. فعمل بانيك ايفنت رهيب في الماركت. طبعا انا عايز اسالك سؤال، هو ممكن يكون ورا الهاكينج اللي حصل ده انسايدر من جوه بايبت، ولا ايه رايك في الحكايه دي؟ والله انا غطيت الموضوع ده شويه غريبا على تويتر، يعني ان انا مش مقتنع ابدا بان هو يعني بسبب يعني مش عايزين نخش تكنيكال قوي، بس هم بيقولوا ان هم الكونفirmation بتاعت ان هو يعمل التحويل ده جات له على ليدجر، اللي هي بتبقى كولد ستورج، اللي هي بتبقى زي ما احنا قبل كده قلنا من طريقه التداول الوالتس اللي هي زي فانتوم والت. في حاجه اسمها كولد ستورج بقى، دي اللي بتحط فيها عمله للتخزين، اللي هو تقعد بقى يعني سنين مش عايز تستخدمها، فبتبقى سيفر. فهو السي او بتاع بايبت قال لك الكونفirmation دي جات لي على الليدجر، ودوست اوكي وما خدتش بالي. طبعا يعني كلام مش منطقي ابدا، يعني خاصه برقم كبير زي ده يعني. ما يعني انا حسيت برضو ان الموضوع وراه حاجه مش طبيعيه. بالظبط. يعني طبعا انت هتعرف اكتر مني ان بيبقى في مانيبيوليشن في مصلحه المنصات، بيبقى في عندهم مانيبيوليشن عشان يزودوا البرايس اكشن، عشان كل بيعه وشراء هم بيكسبوا منها. فلا طبعا يعني انا مش حاسس ان دي كانت هاك كده عاديه، يعني دي كانت حاجه اورجنايزد. و... واخرتها ايه مش عارف الصراحه يعني. هو اللي حصل ان احنا دلوقتي في دمب رهيب، يمكن اكبر دمب حصل من ايه، من ساعه سبتمبر اللي فات. يعني احنا عندنا اخر دمب كبير حصل على البيتكوين كان في جولاي 2024، بس ما كانش بحجم اللي بيحصل دلوقتي ده. انت ممكن برضه تقول لي يعني انت شايف بقى من ناحيه ماركت اناليسيس، يعني احنا ادينا كده فكره عن الفاكتورز اللي هي ايه، العوامل اللي بتاثر حوالين التداول وحوالين الشارتس اللي هي السايكولوجيكال، اللي هي بتبقى يعني الناس بتفكر ازاي. فانت ممكن بقى تحكي لنا شويه عن التكنيكال اناليسيس ده شكله عامل ازاي، ورايحين فين بقى الموجه الجايه دي. تمام. طيب بص، عشان ابتدي الموضوع كده بسلاسه، انا بستعمل اليوت ويف. دي طريقه في التحليل بتعتمد على ايه؟ ان انا عندي حاجه اسمها موجه دافعه، دي بتبقى 5 موجات، وموجه تصحيحيه بتبقى عباره عن 3 موجات. بدون دخول في تفاصيل يعني، اللي انا شايفه على الويكلي على البيتكوين مثلا،
إن هو عمل 5 موجات already. فأنا ده معناه إيه؟ معناه إن الطبيعي إن أنا أشوف تصحيح كبير على البيتكوين أو إن الbull run خلص. بس أنا عندي هنا نقطتين عايز أتكلم فيهم. في حاجتين بيحصلوا كل cycle إحنا ما شفناهمش لحد النهارده. أول حاجة عادةً في آخر wave للبيتكوين، في آخر موجة صاعدة، الdominance بتاعة البيتكوين بتبدأ تنزل مع صعود البيتكوين، وعلى الأساس ده بنشوف حاجة اسمها الalt season، بقية الcoins بتبتدي كلها تعمل بامبات جامدة جدًا. ده لسه ما حصلش. الحاجة التانية لسه ما حصلتش، إن عادةً برضه في آخر موجة للبيتكوين الDXY بيبتدي ينهار. الDXY ده اللي هو مؤشر US دولار الأمريكي، ودي حاجة إحنا لسه ما شفناهاش لحد دلوقتي. تمام؟ فأنا يعني أنا اللي أنا شايفه الصورة دلوقتي مأساوية جدًا، بس أنا شايف إن لازم يحصل bounce، لازم يبقى في bump. طب والباونس بيبقى بيسموه بالdead cat bounce يعني، والّا دي هتبقى bounce وهنطلع تاني؟ وممكن تشرح برضه إيه الdead cat bounce ده يعني؟ الdead cat bounce ده هو الcorrection، إن أنا باطلع يعني بعد موجة هابطة جامدة جدًا، باطلع شوية كده وبعد كده بارجع أنزل تاني. دي الdead cat bounce. بس إحنا مش هنقدر نحدد لو هي dead cat bounce أو لو هي motive wave، موجة صاعدة هتعمل new time high أو all time high جديد، غير لمّا نشوف شكلها عامل إزاي. طيب هل الفترة دي يعني الناس المفروض تبُص على opportunities في whatever بقى token هم بيبُصّوا عليه، والّا المفروض إن أنا أستنى شوية؟ لأ، هو بالنسبة للبيتكوين كبيتكوين أنا شايف إن هو عمل اللي عليه وزيادة، بس بالنسبة للaltcoins لأ، أنا شايف إن ممكن يبقى فيها opportunities. يعني ممكن الناس تبُص على الaltcoins. الaltcoins اللي ليها utility ووراها فريق قوي، مش meme coins، مش حاجات low caps وحاجات كده. هو برضه ممكن يعني نشرح يعني إيه altcoins actually، اللي هي ما اتكلمناش يعني، إحنا قُلنا utility فعلًا، بس هي altcoins بتسمى بالalternative coins، اللي هي أي coin ما عدا البيتكوين اللي هي ليها utility، فدي ممكن تبقى حاجات زي ethereum، solana، avax، وليستة كبيرة للعملات المعروفة. هنا الجينيوس بيتكلم على الaltcoins، يعني بيشرح إن إحنا ممكن نشوف opportunities في العملات اللي هي مش البيتكوين، صح كده؟ أيوه بالضبط كده. لأن البيتكوين أنا شايفه بيخلّص يعني خلاص. أنا قدّامي على الweekly هو عامل 5 موجات وعامل bearish divergence، دي حاجة technical بس يعني مؤشر إن هو خلاص خلّص. الحاجة التانية اللي عايز أقولها بالنسبة لل5 موجات اللي على الweekly، الموجة الخامسة فيهم أو آخر موجة للبيتكوين أنا شايفها صغيرة شوية، مش مقنعة أوي. يعني أنا ممكن أقول إن في احتمال، بس احتمال قليل، إن البيتكوين يعمل new high قبل ما يبدأ الbear market. والله يعني دي كانت update لذيذة. متشكرين يا جينيوس على الوقت ده والepisode دي، وهنغطي بقى حاجات تانية كتير في الepisodes الجاية. إن شاء الله يا باشا. أنا دايمًا باتبسط أمّا أتكلّم معاك يا جنيس. حبيبي، مع السلامة. يالّا مع السلامة.